السلام عليكم، مرحبا بكم جديد. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. قبل بعدا نبغي نبارك لكم في رمضان، نقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وداكشي اللي كتمناو. اليوم غادي نهضروا على البشره الحساسه. كطلبوها لي بزاف في التعاليق. اليوم غادي نهضروا على الاسباب، العوامل والحلول. بالنسبه للبشره الحساسه كتجي في مرحله في الحياه، ماشي بالضروره تكون من الاول بشرتك حساسه، وانما تقدر في واحد الوقيته تولي البشره حساسه. كتقدر تكون عند البشره الجافه، البشره الدهنيه. اصحاب هذا النوع ديال البشره كيحسوا بواحد الاحساس غير مريح في البشره ديالهم، مصاحبه مع اعراض بحال الحكه، بحال التنمال، بحال التهاب احمراري. كذلك كيحسوا بالبشره ديالهم تتجبد، كيحسوا بالسخونيه او الحراره كتطلع لهم دائما على وجههم. نمشيو دابا للعوامل المسببه للحساسيه ديال البشره، وكاينه بزاف. اول حاجه غادي نبداو بالمواد الكيماويه اللي كتكون في المواد ديال التنظيف المنزليه. هذيك الناس اللي عندهم الحساسيه ديال البشره او ديال الجلد من الاحسن يبعدوا على المنظفات المنزليه اللي كيكون فيها مواد كيميائيه. كذلك من العوامل المسببه للحساسيه التلوث، عوامل فيزيولوجيه بحال الضغط النفسي، عوامل هرمونيه بحال العاده الشهريه او الفتره ديال انقطاع الطمث. كاين عوامل اخرى بحال الشمس، بحال الريح، التغير في الجو من البارد للسخون او من السخون للبارد. وكذلك كاين حتى الماء، الكالكير اللي تيكون او الجير اللي كيكون في الماء حتى هو كيقدر يسبب حساسيه. بالنسبه للروتين اللي خاص يتبعوه اصحاب هذا النوع ديال البشره، اول حاجه كنبداو بالتنظيف. التنظيف خاصنا نختاروا منظف اللي يكون خفيف ومهدئ للبشره، ما يكونش فيه الرغوه. نبعدوا على التنظيف بالصابون، لان الصابون قاسي على البشره، يعني كاع المنظفات القاسيه على البشره خاصنا نبعدوا منها. غادي نشوفوا لي برودوي اللي نقدروا نستعملوا في هذا النوع ديال البشره. ثاني حاجه نبعدوا على الفرك والتدليك ديال البشره. كذلك التقشير الميكانيكي خاصنا نبعدوا منه، خصوصا بالحبيبات، هذاك ممنوع على اصحاب البشره الحساسه. نحاولوا في المنتجات العنايه بالبشره نتجنبوا المنتجات اللي يكون فيها الكحول، اللي يكون فيها العطور، البارابين، السلفات، وكذلك الفلترات الكيميائيه اللي تتكون في الواقي الشمسي. غادي نحط لكم هذه الفلترات هذه. من الاحسن حاولوا تختاروا فلترات معدنيه، يكون واقي شمسي معدني. نحاولوا نبعدوا على الحمام الساخن وعلى التدليك كذلك، كما قلت لكم التدليك او الفرك. الغسيل ديال الوجه يكون غير بالليل من الاحسن، وما يكونش بالماء ديال الروبيني او ماء صنبور. ما نتعرضوش للشمس. وكذلك التغير المفاجئ ديال الحراره، يعني من البارد للسخون او من السخون للبارد. ونبعدوا على الاكل الحار، لانه حتى هو تيسبب التهيج ديال البشره. نمشيو دابا للروتين. الروتين اول حاجه التنظيف، كما قلنا غنختاروا منظف اللي يكون مهدئ وخفيف على البشره، ونحاولوا ما امكن الا كان حتى الماء ديال الروبيني كيضرنا في وجهنا نختاروا ماء الميسيلير. غادي نديروه في واحد القطين وغادي نمسحوا به وجهنا، ومن بعد غادي نرشوا واحد الرشيشه ديال الماء الحراري لو تيرمال، وغادي نمسحوا بواحد المنديل ورقي. هذه مرحله ديال التنظيف. المرحله الثانيه وهي الترطيب. نحاولوا ما امكن نختاروا كريم مرطب مهدئ للبشره ومخدي كذلك، يعني كنرطبوا كنهدئوا وكنغديو في نفس الوقت. بالنسبه للتقشير، التقشير حتى هو ممكن اننا نديروا التقشير مره في الاسبوع او 15 يوم، ويكون واحد المقشر اللي هو مقشر خفيف على البشره، ما يكونش فيه الحبيبات. بالنسبه للماسك اكيد غادي نستعملوا واحد الماسك اللي يكون مره او مرتين في الاسبوع، حتى هو يكون ماسك مرطب ومهدئ للبشره. بالنسبه للواقي من الشمس كما قلت لكم من الاحسن نبعدوا على هاد الفلترات هادو، ما نستعملوهمش، ومن الاحسن نديروا فلترات معدنيه، واقي شمسي معدني. بالنسبه للزيوت النباتيه واش ممكن نستعملوها ولا لا؟ اكيد ممكن نستعملوها، وغادي نخلي لكم هنايا بعض الانواع ديال الزيوت النباتيه اللي نقدروا نستعملوها، ولكن بدون تدليك للبشره. بالنسبه للزيوت الاساسيه كما قلنا ممنوع نستعملوها. نمشيو دابا للمواد اللي خصها تكون حاضره في لي برودوي اللي غادي نستعملو. منها زبده الكاريتي، لا لونطوين، لالوي فيغا، النياسيناميد مهم بزاف، العسل
وكذلك مستخلص ديال عرق السوس. ايوا واخر حاجه دابا غادي نوريكم نشارك معكم لي برودوي او واحد الروتين اللي ممكن تستعملوا. اول حاجه هو الغسيل كنغسلو بالليل، ما كنغسلوش الصباح، من الاحسن بلاش. هنا كنضيفو كما قلنا بماء الميسيلير، كنختاروا اما هذا ديال بيوديرما كنديرو في قطين وكنمسحو، يعني هنا ما غنحتاجوش نغسلو وجهنا، ولكن راه من بعد غادي نرشو الماء الحراري وغادي نشفوه بمنديل ورقي. غادي تنقترح عليكم هذا ديال بيوديرما. اما الا كانت عندكم البشره حمراء، يعني كاين الحمرار في البشره او الورديه، غادي نستعملو هذا روزا كالم، غنمسحو بقطين، ومن بعد غادي نرشو الماء الحراري وغادي نشفو بمنديل ورقي. غنبقاو نشفو وجهنا بلا ما نستعملوا الفوطه. بالنسبه للترطيب، الا كان عندكم الحمرار في البشره او البشره ديالكم فيها الورديه او معرضه للورديه، غادي نستعملوا هذا روزا كالم كريم ابيزونت اونتي روجور. ولا كانت البشره ديالكم يعني حساسه ما فيهاش الحمرار بزاف، غادي نستعملوا هذا افين توليرونس. هذا بالنسبه للترطيب. نمشيو دابا للتقشير. التقشير كما قلنا مره في الاسبوع او 15 يوم. كنقترح لكم هذا الجولي كوموند دوسور ديال افين. هنا انا غير اقتراحات، اما كاين بزاف ديال الماركات، انا دابا غير كنشارك معكم بعض المنتجات. هذا ديال افين. بالنسبه للماسك، قلنا كنديروه مره او مرتين في الاسبوع. كنقترح عليكم هذا الماسك، هذا ماسك مهدئ، ماسك ابيزون اكلا ديال افين. هو هذا. بالنسبه لواقي الشمس، من الاحسن كما قلنا يكون فيه فلترات معدنيه. كنقترح عليكم هذا ديال ACM ميديسان، هذا كريم مينيرال. وكاين كما قلنا كاين انواع كثيره، المهم يكون فلترات معدنيه. بطبيعه الحال دائما لو تيرمال، ماشي بالضروره هذا، المهم يكون ماء الحراري يكون عندكم دائما، خصوصا في هذه الفتره هذه ديال الصيف البشره تتولي حمراء تتسخن، من الاحسن دائما تبردوا البشره ديالكم. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم مفيد وما نكونش غفلت شي حاجه، نكون هضرت على كل شيء. ولا كان شي سؤال ولا شي حاجه خليوه لي في التعاليق. ما تنساوش لايك وبارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله. بسلام عليكم. سلامه.